يلا بقى نعمل مع بعض النهارده طريقة فراخ بالخضار، حاجة كده جميلة ما شاء الله دايبة دوب. يلا بقى نعملها مع بعض بطريقة سهلة أوي بسيطة جدًا، جدًا، وإن شاء الله تطلع معاكِ أحسن 100 مرة. دي فراخ أنا مقطعاها قطع صغيرة كده، دي وراك فراخ، أنتِ ممكن تحطي فراخ صدور أو وراك أي حاجة. طماطم 4 طماطمات أو 5، وفلفل كوبي وبصلاية متوسطة، وهاحط بقى البهارات الملح والفلفل الأسود وبابريكا وبهارات فراخ، وهاضرب كل الحاجات دي في الخلاط كده مع الطماطم والبصل والفلفل. تمام، هاحط ربع كوباية مَيّة بس، ولو أنتِ عندِك الخلاط هيضرب من غير مَيّة يُفضّل، لإن هي هتنزّل مَيّة والخضار مَيّة وكل الحاجات دي هتنزّل مَيّة ما شاء الله يعني، وهتستوي من غير ما تحتاجي المَيّة. هاسيب بقى الفراخ تتبيلة كده ساعة، في التتبيلة بتاعتها دي هاسيبها ساعة، ويُفضّل لو أنتِ عاملاها بقى من بالليل وسايباها هتبقى طعمها أطعم كمان. هانزل بقى بالخضار بتاعي الجميل أوي اللي هو الجزر، وبطاطس مقطعاها مكعبات، وبسلة، وفاصوليا خضرا، ممكن أي خضار تاني أنتِ بتحبيه، حابة تحطي كوسة، أي خضار أنتِ بتحبيه حطيه. هاحط بقى الحاجات دي كلها كده، وهاقطّع بقى طماطم شرايح وهاحطها عليها، وبصل برضه كمان شرايح، وفلفل شرايح، وهاقطّع كل الحاجات دي كده وهاحطها. هاحط كل الخضار ده، طبعًا مش هاحط بقى أي بهارات تانية، لإن أنا طبعًا حاطة البهارات في التتبيلة اللي أنا متبلة بيها الفراخ. هانزل بقى بالتتبيلة طبعًا بعد أمّا أنا بقى سِبتها ساعة في التلاجة، أنا كنت عاملاها قبليها بساعة. هاحطها بقى كده وهانزل عليها بكل الخليط اللي أنا كنت مخلّطاه في الخلاط معاها. هانزل كمان بكل الخليط ده، وهانزّله كلّه كده بالطريقة دي كده. وبعد كده بقى هاغطّيها كويس أوي، لو أنتِ عندِك غطا كويس للصينية بتاعتِك تمام. الغطا بتاعها مش تمام، حُطّي بقى إيه، ورق ألمونيا بس، ودخّليها الفرن بقى لمدة ساعة، وبعد كده ولّعي عليها الشواية هتطلع بالمنظر القمري الجميل التحفة أوي ده. شايفة؟ كانت حاجة كده ما شاء الله جميلة ودايبة أوي، أوي. جرّبوها، حلوة أوي ومفيدة ومغذية جدًا، جدًا، مع الرز أبيض بقى تحفة. يالّا بقى يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.